طيب، يعني أستاذ محمود، البعض يقول بأن سوريا التي عرفناها قبل عام 2011 لم تعد موجودة، لا جغرافيا ولا ديموغرافيا ولا حتى يعني للأسف ببنيتها الاجتماعية، وأي مشروع سياسي يبنى على فكرة العودة إلى سوريا القديمة محكوم بالفشل. يعني إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟ طبعا هذا من باب الانكسار، من باب الإحباط الذي يراد بثه داخل المجتمع السوري. نحن اليوم حينما نقول حزب التحرر الوطني، يعني حزب عابر للطوائف والأحزاب، حزب عابر للطوائف والقوميات في سوريا. هو حزب سوري يؤمن بالهوية السورية، بالنفس السوري. فطبعا في صعوبة في هذا المشروع الوطني أكيد، لكن لا يمكن لنا أن نكرس فكرة أنه سوريا لم تعد موجودة. نحن لم نهزم، نحن الآن في معركة ونحضر لمعركتنا القادمة. وللحقيقة ولا أخفي على أحد، مشروعنا ليس فقط والله إسقاط الجولاني وهذه التهمة. هناك مشروع أمريكي حقيقي في سوريا تثبت وتجذر من خلال هذه المنظومة الإرهابية. نعمل اليوم على الإعداد والتنظيم لننتقل إلى مرحلة إعلان الكفاح المسلح والثورة السورية الحقيقية. نحن نؤمن بثورة سورية حقيقية ننقلب فيها هذه المنظومة باختلاف الأسماء. يعني بيروح الجولاني بيجي فلان من الناس، إكس من الناس. هي ليست الفكرة بالأسماء بل بالماهية والمشروع. لذلك نؤمن نحن بقيام ثورة سورية حقيقية ونطمح لقيام الجمهورية الثالثة. شو الخطوات لهذه المشروع الكبير؟ هي بدأنا بها من خلال مشروع القيامة الوطنية، والتي جمع نخب وطنية نحترمها إن كان على الصعيد الميداني أو على الصعيد الفكري. طيب، عم تحكي حضرتك عن مشروع مقاومة وطنية سورية. على أرض الواقع اليوم، كيف ممكن تنطلقوا؟ يعني في حالة اليوم من، إذا بدنا نحكي جغرافيا، أو المكونات يلي ممكن، أو الأشخاص يلي ممكن يتم الاعتماد عليهم، في نوع من تقييد، إذا بدنا نقول الحريات، يعني حتى على سبيل يعني مظاهرة بقلب دمشق، يعني عاجزين يعني عاجزين انه يحصدوا هي انه الجماهير مثل ما بيقولوا، بسبب ربما مثلا مثل هذيك المره قالوا ما في ترخيص ولنفرض. كيف قادره يعني اليوم تتحرك هاي المقاومه الوطنيه المشروعه معاداه بالمرتبه الاولى مثل ما ذكرت امريكا واسرائيل؟ تماما. بالبداية مشروع المقاومة في سوريا هو موجود، يعني ما فينا ننكره. يلي اشتغلوا في المقاومة على الأرض كلياتنا صرنا نشوف مشهد العين. لكن دورنا نحن كنخب، قبل أن نبدأ بمطالبة بقيام كفاح نضالي ثوري على الأرض، دورنا اليوم أن نمهد لمعركة الوعي لكي نخلق مناخ وبيئة حقيقية لهذا القيام. هلأ الاستبدادات الموجودة على الأرض، ويعني الصوت والساطور تبع هذه السلطة وهذا الاستبداد هو عمليا وبالحقيقة حالة دافعة للنضال. يعني لا تتصور اليوم كل ما ازداد القمع معناتها نحن بنضعف، بالعكس تماما. كل ما ازداد القمع سوف يتكاثر هذا الانتماء، وسوف يتعمق هذا الانتماء. ماهية أي حالة نضالية أختي العزيزة هو استبداد هذه السلطة. كل ما استبدت هذه السلطة يزداد الانتماء إلى الفكر النضالي والثوري والمشروع الوطني. طبعا نحن عم نقول نضالي ثوري بالنفس السوري، مشروعنا سوري، لا ننتمي إلا لسوريتنا، لا ننتمي إلا لمشروعنا الوطني الذي نؤمن به، والذي هو بالحقيقة مشروع لكل إنسان حر في سوريا. لا يمكن أن نختلف نحن كسوريين على قيام دولة سورية حقيقية. لا يمكن أن نختلف نحن كسوريين على إنشاء وطن جامع لكل الأبناء يضمن الكرامة لأبناء سوريا، يضمن الكرامة المطلقة للمواطن. هلا بنختلف على زيد وعبيد، بس ما بنختلف على
ماهية قيام الدولة.